السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة تحفة. هعمل معاكم طريقة عمل البلو بيف بطريقة المصانع بالظبط. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامع حلو وحادق وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني، وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتدعمني وبتفرحني. انا شفت قنوات كتير بتعملوا بالفول الصويا وبتعملوا بالحمص وبتعملوا بحاجات كده. طبعا دي مش الطريقة الصحيحة، هما بيعملوه بالطريقة دي عشان يزودوا بس الكمية مش اكتر. بس طبعا الطعم الحقيقي للبلو بيف دي اقرب طريقة ليه، وطريقتها سهلة جدا. انا معايا هنا نص كيلو لحمة مش عايزة اهدره، هكوره كورتين كده، وهحط التوابل: معلقة فلفل اسود، معلقة البهارات السبعة، كام ورقة لورا، وخمس فصوص حبهان، وحتتين ليا مقطعاهم كده، وبصلايه، ومعلقه توم مهروس. وهنزل عليهم كده بميه بتغلي من الكتل، وهرفعهم على النار نص ساعه لحد ما اللحمه تستوي. هنا طبعا بصوا كده، وانا حطاها كور مش هتتهدر ولا هتتفرفت في الحله ولا اي حاجه. هنا انا معايا بقى معلقه ونص جيلاتين حيواني او نباتي، بنجيبه من عند مستلزمات الحلواني او من عند العطار، بس اهم حاجه الحيواني يكون حلال. هنا بنحط عليه كده 3 4 معالق ميه، وبنخليهم زي العجينه كده زي ما شفتوا. بص اللحمه هنا بقى ولا فكت ولا اتهدرت ولا اي حاجه، وخرجتها من غير اي شوائب من الشوربه. وهنا صفيت كوبايه شوربه، وطلعت اللحمه والليه كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل في الكبه بيهم، وعليهم معلقه ونص جيلاتين، وعليهم كوبايه الشوربه. ومعايا بقى لون هنا جل، طبعا اللون ده مصرح بيه يعني الوان طعام. معلش الغطا وقع في الكبه وانا شلته. هحط كده 3 نقط او 4 على حسب بقى ما انت عايزه اللون. وهضرب بقى البلوبيف كده، اخليه ينعم خالص معايا، لازم يبقى ناعم جدا. طبعا لو جينا نشتري البلوبيف من بره، او اللحوم المصنعه ايا كانت هي ايه، بتبقى غاليه جدا. وغير كده يعني احنا حتى لو عاملينها اغلى من الشارع هتبقى احسن وانضف بكتير. انا هنا ما كنتش حطيت الملح، ضفت معلقه وربع ملح. وهنا بدهن القالب اللي احنا هنحط فيه البلوبيف بمعلقه زيت كده، وبدهنها كويس عشان اعرف لما اجي اخرجه من القالب اعرف اخرجه بسهوله. وهدي البلوبيف كده ضربه اخيره قبل بقى ما اصبه في القالب، وبعد كده هدخله التلاجة حوالي ساعه، وبعد كده هوريهولكم. يا ريت تقولي رايكم في التعليقات، وتقولوا لي ايه رايكم فيه، وجربتوه بالطريقه دي ولا لا، ولا عملتوه بأنهي طريقه. بصوا اللون جميل ازاي، ما نفرقوش على اللي احنا بنجيبه من بره خالص. غير كده ان هو انضف بكتير واحسن بكتير، عشان نحافظ على صحة ولادنا وعلى صحتنا برضو عشان خاطرهم. هسوي البلوبيف كده بالسباتولا كويس جدا في العلبة، وبعد كده هغطيه وهدخله التلاجة، وبعد ساعة هخرجه واقطعه بقى كده، وتشوفوا شكله وتشوفوا جماله. انا كده خرجته من التلاجة بعد ساعة. بصوا خرج من القالب بكل سهولة، وشوفوا شكله حلو وجميل ازاي، وهيبقى احلى والله من بره بكتير جدا. ولحم صافي انت فرماه بايدك وشايفاه وشارياه بنفسك، عارفه انت جايباه منين وضامنه الجزار اللي جايبه منه. ده الشكل النهائي للبلوبيف بتاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.